السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم اخواني عن اعلانات يسوون الشيعة حق السنة في قنواتهم. الحين شوفوا كم قناة شيعية، 40 قناة شيعية تقريبا رافضية. انزين شنو يبثون هذيل؟ يبثون سب الصحابة عليهم رضوان الله، ويبثون الطعن في القرآن ويقولون القرآن محرف. شوفوا في قناة الأنوار، حتى لو بس كتبتوا في اليوتيوب فضيحة قناة الأنوار اللي هي الظلمات، يعني تلقون تحريف القرآن عندهم، سب الصحابة، اللطم، كل واحد ماسك له عزكم الله نعال وقاعد يطق على راسه. فالدعاية اللي قاعد يسوونها لنا، احنا قاعدين نروح حق مثلا دعاة في بريطانيا في ألمانيا، يقولون يسألوننا سؤال، يقولون ليش عندكم انتم بالمسلمين شيعة وسنة؟ نقول لهم هذول الشيعة مو مسلمين، يعني قاعدين يسوون أشياء شاذة. يقول لا مستحيل، لا أنا ما أصدقك، شلون يسوون أشياء شاذة يعني؟ أوكي هذه قناة شيعية، شغل وشوف، حطه في يوم محرم كل واحد ماسك نعال قاعد يطق على راسه. يقول له يعني أنت يا ألماني ولا بريطاني ولا أي عاقل، أي بني آدم بالعالم، حتى لو كان أفريقي، لو من مالي بعد، إنزين نقول له هذا الفعل اللي قاعد يسويه فعل يدل على دين من الله سبحانه وتعالى، هذا الفعل يدل على سلوك بشري أصلا. يقولك لا مستحيل، شنو واحد يمسك نعاله ويطق على راسه ويقول هذا من الدين؟ ولا أنه يمسكون سيف ويشقون راس أطفال أعمارهم ما تعدى شهرين 3 شهور، يشقون راسه بالسيف ودمه على دومه، أو كلهم يطقون نفسهم بالسيوف تشاتين، ولا اللي بالسلاسل قاعدين يلسفون ظهورهم. فهذا أكيد أي واحد، يعني هذا أكبر دعاية وأكبر دليل لنا إذا كنا نقول عن حتى بيننا وبين بعض احنا المسلمين. لما كنت أقول حق أبوي كبير بالسن، كنت أقول له يبا هذيل الشيعة ترى عقيدتهم باطلة. قال لا يا ولدي، هذيل عندهم البنت من عمرها 8 سنوات تتحجب، يعني قبل لا تصير عمرها 9 هي متحجبة، شوف الحجاب الشرعي وتشوف كذي. أقول له يبا شوف أنت حتى على قناة فتاوي، إنزين يقول ولا الشيخ شنو يقول؟ فتاوي عن المتعة، عن الجنس، أعوذ بالله منه. يقول أنا متزوج 4، يصير أخذ 5، يقول لي عادي أخذ ال5 متعة، والسادسة لك ليه 1000. يتبقى في دين بالعالم يخلي الواحد يتزوج 1000 وحدة؟ الدين الإسلامي أرخص لنا إلى 4 إذا كانت مثلا الواحد قادر، أولا، ثانيا يكون الواحد قادر على العدل بينهم. بس شلون يعدل بين 1000 وحدة؟ أو يكون الواحد مثلا واحدة من حريمه مريضة يتزوج عليها، لأنه ما يقدر مثلا لا عنده أبو ولا أم وحيدة، ما يقدر يقطع بالشارع، يعني يخليه عنده وهو يكمل حياته، يبي يشوف عياله، يبي يعيش حياته، يبي يكتفي عن الحرام وكذي. فأما الشيعة يبيعون ل1000. شوفوا عندهم جعفر الصادق، زين اللي كذبوا عليه الشيعة، يقولون انه قال ان لك من 1 إلى 1000، وفي اليوم بعد باليوم، يعني تقدر تتزوج باليوم الواحد 1000. زين يقول لأنهم مثل الجواري. أبوي على طول من سمع هذه الفتوى قسل ايده، قال لا يبا هذا الدين باطل، شنو 1000؟ قلت يبا اسمع بعد،
يجيزون التمتع بالرضيع، يعني عمره شهر أو ولو ساعة، يعني ما حددوا قالوا رضيع، يعني حتى يتمتعون فيها، حتى لو عمره 2 3 سنوات 4 سنوات الطفلة يتمتعون فيها. قال أبوي أعوذ بالله منهم صراحة توني أدري. لذلك أنا أقول لكم الشيعة خدموا الإسلام وأهل السنة خدمة فظيعة في قنواتهم صراحة. يعني الحين لا تدور دليل على الشيعة، أو لا تحاول تقنع واحد، فقط تقول لا حط يلا اليوم محرم عندهم، مثلا اليوم عندهم وفاة الحسين، اليوم عندهم استشهاد هذا وفاة الحسن العباس وما أدري منه، كلهم يلا حط الحين شوف شن قاعد يسوي، لاطم وزاح والله يزحفون. حتى عندهم هذا السيد فضل الله يقول سماها مسيرة الكلاب، اكتبوا في جوجل مسيرة الكلاب وشوفوا واقروا عنها، انهم يمشون من مدينة لمدينة على ركبهم ويدينهم كأنهم مثل مشية الكلب، يعني عزكم الله. زين هذا مو من دين، والله مو من دين، بس عادي حنا نبيهم يستمرون في هذا الشيء علشان نثبت حق المسلمين الأجانب والمسلمين عندنا وأهلنا وعيال عمنا وكذي، لما نقول لهم ان الشيء على باطل طبعا ما يصدقون. لما نحط لهم مثلا قناة المنار والعياذ بالله يقلدون الله سبحانه وتعالى، جايبين ان نور يمشي ويكلم النور الثاني اللي هو استغفر الله جبريل، وجبريل يروح ينزل من فوق يعني من السماء، استغفر الله. شوف شلون وصفهم حق الله سبحانه وتعالى حق جبريل، ويقولون احنا مسلمين. يعني عقيدتهم أبعد ما تكون عن الإسلام. طبعا اللي الشيعي اللي مسلم فيهم هو اللي ما يؤمن ولا شيء من اللي قاعدين يقولونه، يعني ما يؤمن بالعقيدة هذه، وإذا ما يؤمن فيها يصير من أهل التوحيد إن شاء الله، ما له شغل، وإذا ما يشرك بالله شيء خلاص بعد هو مسلم. أما الرافضة والطواف على القبور هذاك اليوم أمي قاعد تضحك عليهم، قلت ايش فيهم هذول قاعدين يحببون شبك القبر. والله يا جماعة كل واحد حاط يدينا على الشبك وحلجة على الحديد وقاعد يبوس يبوس يبوس. ليه متى يعني شنو يعني إذا بوست كذي، ولا واحدة ماسكة القفل وقاعدة تبوس فيه. شوفوا والله العظيم مو قاعد تطنز ترى جد. شوفوهم انتم على القنوات الشيعية، وبعد ترى فرصة قنوات الشيعية تضحكون عليهم، بس العياذ بالله اللي في قنوات الشيعة السب الله سبحانه وتعالى وسب الصحابة والتعدي على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي ما يخلينا نقدر نستمتع في قنواتهم ونضحك عليهم، يعني لأنهم قليلين أدب وإنجاس، وحنا يعني نترفع عن الجلوس على هذه القنوات. أما في مقاطع والله مضحك اللي جايبين أسد، يعني شخصية أسد وقاعد يبكي في الحسينية وهم يبكون. زين الأسد ايش حقه يبكي؟ يعني الأسد يبكي إذا ما على ذكرى استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أنت يا علي بن أبي طالب رحت حتى الأسود تبكي عليك. يعني خرافات واستعباط. والحمير الرافضة اللي قاعدين والله كأنهم قطع غنم قاعدين تحت السيد، يقول لهم علي بن أبي طالب عنده سيف من المدينة إلى الشام طوله، هم يقولون اللهم صل على محمد. وين قاعدين؟ شنو السيف اللي من المدينة للشام طوله؟ يعني ولا يقول لك في حديث عن عمر رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلك
الخطاب طريقا، زين، سلك الشيطان غيره. وفي حديث يعني عند الشيعة أغرب من هذا، يقول لك أن علي بن أبي طالب قتل بضربة واحدة بالسيف 80,000 جني، يعني الشيطان قصده 80,000 ضربة واحدة بالسيف. زين، يعني تحدي هي السالفة، يعني 1000 وأشياء. خلوا الشيعة شوي يصدقون، يعني مو تعطونا قوية على قولة سعد الفرج يعني. بس في شغلة أخيرة بختم فيها، من اللقطات المضحكة في قنوات الشيعة، طلع الشيخ شيعي يقول عن علي بن أبي طالب ضرب مرة كان معصب وضرب الأرض بالسيف ماله، ونزلوا 70,000 ملك ومسكوا السيف. لو الملائكة وجبريل بعد وياهم ما مسك السيف كان قطع الأرض نصين. والخرفان اللي قاعدين تحت المنبر على طول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله، واتمنى تضيفون القناة عندكم